السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا قنصة الفراخ، قنص بس. هنجيبها ونغسلها وننضفها، وبعد كده هنحطها في مية على النار لغاية ما تستوى تمام بالمنظر ده. وبعد كده نغسلها تاني، وبعد كده هنحطها مع بصل تتفرم معاه تمام. بعد ما نحطها في الطبق هنجيب طماطم وفلفل اخضر، وهنقوم فرمينهم بالمنظر ده. وبعد كده هنبشر جزر، ايوه هنبشر جزرة وهنحطها عليهم. وهتحط ملح وفلفل وكمون، التتبيله اللي احنا بنحطها مع بعض واللي احنا عارفينها، اللي متابعني في القناه عارفين التتبيله دي فيها ايه. جبنا دقيق، وحطينا كمان لبن بودره ومعلقه ملح ومعلقه كبيره سكر، رشه ملح ومعلقه كبيره سكر. وحطينا باقي الدقيق كده، وهنبدأ نعجنه عجنة جامدة قوي. عايزين كمان العجينة دي تبقى طرية ولينة جدا. هنشوف مع بعض القنصة اتعملت فيها ايه. استوت اهيت، انا عايزاها تنشف خالص، ما يبقاش فيها مية، تستوى خالص. استوت بالمنظر ده. هنرجع للعجينة تاني. هنحط بعد ما عجناها هتحط معلقتين سمنة حلوين كده، هيفرقوا معاكي جامد وهيدوا طعم حلو قوي للعجينة. هنعجنها برضو تاني. العجن الكتير فيها حلو يا جماعة، مهاش زي الحلويات تعملي بايديكي وتعجني حاجة بسيطة، لا لا، دي عجينة عايزة عجن كتير. هندخل فيها السمنة بالمنظر ده لغاية ما معلش تظهر خالص، بتديها طعم حلو قوي. بقت طرية ولينة خالص اهيت. هنجيب بقى بتاعة البيض، كرتونة البيض بالمنظر ده. ممكن تغلفيها بالاسترتش، وممكن تسيبيها والاسترتش تحطيه وتفردي عليها العجينة دي. بيضة نص كرتونة وكرتونة. لو حبيتي تعملي بالنص عشان الصينية صغيرة ماشي، حبيتي تعملي في صينية كبيرة يبقى هنستخدم البيض الكبير، كرتونة البيضة الكبير. هنحط الاسترتش كده وهنحط عليه سمنة بالمنظر ده. بس خلي بالك، احنا عارفين ان في القانون نقول كده صح وكده غلط. العجينة طبعا خمرت معانا وبقت جميلة هيت. انا عايزه الاستريتش راب كله يكون فيه سمنه، ما ينفعش تحطي على السمنه حته صغيره لان هي سايحه، عجينه سايحه. شوفي كلها هوا ازاي وكلها خمرانه ازاي. مش كل ده عجين، لا ده هي خمرانه حلو قوي كده. مش هينفع هتلزق فيها، لازما ارجعها تاني اهو. مش قلنا كده غلط وكده صح؟ يبقى لازما ان احنا الاول نمليها كلها سمنه، اللي هي الاستريتش راب، نمليه كله سمنه، وبعد كده تحطي العجينه وبعد كده تفرديها. شوفي سايحه ازاي، هتتلاقي في ايدي العجين. هي هتبقى حلوة وطعمها جميل قوي. انا عايزاها سايحة بالمنظر ده، هتبقى طرية وما تتحمر هتلاقيها تحفة، هتلاقيها قطنية خالص. بعد ما فردتها خالص كده على الستريتش راب، هو في حلين. هنحط كده ونقطع من الجناب الزوائد، او ممكن نسيب الزوائد دي وبعد كده نقفل بهم في الاخر زي ما انت عايزة. اعملي، لا تعمليها عجلتين فوق وتحت، لا اما تعمليها عجينة واحدة زي ما انا هعمل كده وتقفلي الجناب الزوائد بيها فوق. تابع معايا بذكر الله عشان تشوف انا عملت ايه. طبعا انا بنزل العجينه كده في الفتحات بتاعه البيض، كرتونه البيض، عشان تاخد الشكل اللي انا عايزاه، البابلز كده، عشان يبقى شكلها جميل. حاول ان انت تريحيها عشان في التحمير تدي المنظر بالظبط. طبعا سبت القنصة ترتاح وتبرد عما عملت العجينة بالمنظر ده. شوفي مسكت في بعضها كده، او ممكن تحطها في التلاجة حبة صغيرين برضو هتلاقيها بالمنظر ده. انا عايزاها متماسكة، مش عايزاها فيها اي عصارة عشان ما تبوظليش العجينة. انا عايزاها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينها كده، عشان غلط اما تحطيها سخنة هتبوظ لك العجينة، هتسيح فيها، هتبقى صعبة قوي. لكن كده صح ان انت تخليها ترتاح خالص وتبرد، او تحطيها في التلاجة تبرد وبعد كده تحطيها في العجينة عشان العجينة تطلع معاكي جميلة ان شاء الله. حطينا بالمنظر ده. انت بتحط في الحتة اللي هي داخلة نازلة لتحت كده، بتحط فيها الحشوة اللي انت عاوزاها. ممكن تعملي لحمة مفرومة. انا عملت النهاردة بأبسط الاشياء، بقنصة الفرخة فرمناها مع بعض وعملناها بالمنظر ده. عندك لحمة مفرومة حلو جدا، عندك كبدة جميلة جدا، كل الحاجات دي هتدي طعم حلو قوي في العجينة. حطيناها بالمنظر ده، وهتقفليها لا اما عجينه فوق الوش وتفرديها وتحطيها، لا اما هتحطي بالزوائد اللي في الجنب هتقفلي عليهم. اللي انت عاوزاه بقى اعمليه.
هقفل كده بالعجينة. هي طبعا العجينة فاضت من كل الجوانب، فأبدأ ان انا اقفل بها. الحشوة مش عايزاها تبان خالص، فهقفل من جميع الاتجاهات. لما قفلت بالمنظر ده هقفل تاني. كل الزوائد دي انا هدخلها. لما بقت ظبطت اهي، عملتها برضو الاستريتش راب، عملتها على الوش وسبتها تستريح وتخمر، بس ما تخليهاش تخمر قوي علشان الشكل هيروح منك. هوريها لكم في الاخر. هعمل العجينات تانية. لو انت عايزة تعمليها كبيرة بالمنظر ده، في بتاعة البيض اللي هي علبة البيضة كاملة، كرتونة البيض كاملة، لكن اللي احنا عاملينها في الاول دي كانت نص كرتونة. شوفي سايحة معايا ازاي، سايحة ولينة جدا. ده هتنفعني جدا في لما اجي احمرها، هتلاقيها هشة وفي نفس الوقت طرية وخمرانة على الاخر زي ما حضراتكم شفتوا. عجينة صغيرة ملت الطبق من كتر الخميرة فيها. وكمان طبعا معلقتين اللبن الجاف مع المعلقتين اللبن العادي طبعا بيدوها طراوة. وكانت لو كانت كمان كوباية زبادي هتبقى تحفة. اللي عندها زبادي برضو تحط. عجينة بجد قطنية وخفيفة وممتازة. هقلبها في الصينية بالمنظر ده. هي طبعا احنا فردينها على سمنة، فاخدة السمنة، فمش محتاجة ان انا اعمل في الصينية سمنة. شوفي شكلها جميل ازاي. ما سيبهاش بقى تخمر كتير عشان الشكل ده ما يروحش، وتبقى عجينة واحدة. صدقيني لو خمرت قوي الشكل ده هيروح. هحطها بقى في الفرن. ممكن تدهنها بزيت، ممكن على الوش، او ممكن تعمليها ببيض زي ما انت عايزه. شوفي طلعت من الفرن بالمنظر ده، وان شاء الله تطلع منكم احسن من كده باذن الله. لو ضغطت عليها جامد هتطلع حلوة قوي، وما تسيبهاش تخمر قوي، وهتحمريها هتبقى بالمنظر تحمير فوق وتحت روعة. وشكرا ليكم ومتابعة الفيديو من أول لآخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله. طبعا طعمها حلو قوي. هاكلها قدامكم كده. طبعا كل حاجة مستوية فيها وحلو جدا. وشكرا ليكم في رعاية الله.